السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في فيديو جديد. كما وعدتكم دائما سأقوم بتنزيل العديد من الفيديوهات، والفيديو الذي سوف يكون اليوم هو خاص خصوصا بعد النزالات التي شاهدناها ليلة البارح. نزالات دارية بين مقاتلين عظماء وأساطير أمثال توني فيرغسون، أمثال أليكس بيريرا، وأمثال داستن بوريير وجاستن غاتشي. كلنا كانت أنظارنا على النزال الرئيسي الذي جمع بين داستن بوريير وجاستن غاتشي. كذلك سوف نقوم بتحليل أو تلخيص العديد من النزالات المهمة تتمثل في نزال توني فيكسون ضد بوبي جرين، وكذلك نزال ما قبل الرئيسي بين يان بلاهوفيتش وأليكس بيريرا، والنزال الأخير الذي انتهى بالضربة القاضية بين جاستن غاتشي وداستن بوريير، وكان النزال لصالح جاستن غاتشي. كذلك سوف نقوم بتلخيصه وتحليله، لكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم إخواني من جديد. أظن أنكم استمتعتم كثيرا ليلة البارح، بحيث كانت أعنف النزالات بين مقاتلين مشهورين بالعنف أمثال توني فيرغسون، أمثال أليكس بيريرا، أمثال كذلك البطل السابق يان بلاهوفيتش. ونختمها بأعنف مقاتلين في اليو اف سي، هم وزن خبيب نورماخمادوف، جاستن غاتشي ضد داستن بوريير. سوف نقوم بتحليل كل نزال على حدة ونقوم بتلخيصه بعض الشيء. سوف نبدأ بنزال توني فيرغسون ضد بوبي جرين. توني فيرغسون كان في أول النزال في أوج عطائه، وكانت طاقة من حيث توني فيرغسون هائلة، بحيث كان يهيمن على النزال. لكن بعد الجولات عندما بدأت تقترب انتهاء النزال، توني فيرغسون انتهى بحكم 100% بحكم السن، وبحكم كذلك تضرر توني فيرغسون من جميع القتالات التي خاضها في الماضي، وكذلك بحكم السن. يا إخواني أؤكدها وأسطر عليها، توني فيرغسون قد انتهى، بحيث أمثال بوبي جرين لا يمكنه أن يهزم توني فيرغسون عندما كان في السابق، بحيث انتهى هذا النزال بنزال كارثي، وهو إخضاع توني فيرغسون البعبع الذي كان جميع المقاتلين يهابونه في الماضي. انتهت قصة أعظم مقاتل في هذا الوزن، وكذلك بطل السابق لليو اف سي في الحزام، والذي كان يتوفر على الحزام المؤقت. كذلك سوف ننتقل لنزال يان بلاهوفيتش مع أليكس بيريرا. كلنا نعلم أن أليكس بيريرا انتقل لوزن آخر، وزن أعلى من وزن إسرائيل أديسانيا، بحيث عندما انهزم ضد أديسانيا انتقل لوزن آخر وهو وزن جون جونز. أنا أسمي هذه الأوزان دائما منذ شاهدت أو منذ تعرفت على منظمة اليو اف سي. أنا أعرف الوزن الخفيف، الوزن المتوسط، وزن الذباب، لكن أقوم بتعليم الأوزان بالمقاتلين العظماء، بحيث أقول بأن وزن جون جونز، كذلك أقول بأن وزن أندرسون سيلفا، أقول وزن سيتي بيير، كذلك العديد من الأوزان. دائما أعلمهم بالأبطال الذين يهيمنون عليهم. لذلك سوف أقول الآن وزن جون جونز البطل السابق لهذه الفئة. وزن جون جونز حيث التقى أليكس بيريرا بيان بلاهوفيتش، كانت معركة دارية، بحيث عامل اللياقة البدنية هي التي هيمنت في هذا النزال، بحيث شاهدنا في الأول تفوق يان بلاهوفيتش، بحيث أنه يعلم بأنه ضد مقاتل متخصص في الكيك بوكسين وبطل عالمي في الكيك بوكسين هو أليكس بيريرا. لذلك إنه يعلم أنه لا يمكنه أن يجاري هذا البطل، فذهب معه للقتال الأرضي. لكن كانت استماتة من أليكس بيريرا مما جعل تلك المصارعة تؤثر بشكل كبير على لياقة يان بلاهوفيتش، مما جعل أليكس بيريرا
يتوافق على يان بلاهوفيتش، وانتهى بإجماع قرار الحكام بفوز أليكس بيريرا لينتقل للقتال على الحزام ضد كل من المقاتلين. هل هو بروجاسكا؟ هل هو جمال هيل؟ من سوف يقاتل على الحزام نحن لا نعلم. الآن سوف ننتقل للنزال الرئيسي والذي الجميع كان أنظارهم حول هذا النزال، نزال داستن بوريير ضد جاستن غاتشي. هذا النزال كلنا نعلم أنه نزال انتقام، بحيث كلا المقاتلين التقيا سنة 2019. الآن 5 سنوات. كان التفوق في الأول لداستن بوريير. شاءت الأقدار أن يلتقيا لمقارعة بعضهما البعض للحصول على حزام أعنف مقاتل في العالم. وانتهى هذا النزال لصالح جاستن غاتشي، بحيث انتقم جاستن غاتشي من داستن بوريير شر هزيمة. كما أكد جاستن غاتشي أنه يتفوق بمر وكذلك يتطور بمر المباريات، بحيث كما شاهدنا جاستن غاتشي خاض العديد من النزالات ضد مقاتلين شرسين جدا، ضد إديسون باربوزا، ضد إيدي ألفاريز، ضد داستن بوريير بنفسه، ضد خبيب نورماخمادوف، ضد تشارلز أوليفيرا. كل هذه العوامل جعلت هذا البطل، ضد كذلك مايكل تشاندلر الذي كان النزال لصالح جاستن غاتشي. كل هذه العوامل والنزالات جعلت من جاستن غاتشي وحش لا يقهر. كذلك لا ننسى قيمة داستن بوريير، كذلك خاض نزالات دارية ضد العديد من المقاتلين الشرسين، ضد كونور ماغريغور، ضد إيدي ألفاريز، ضد خبيب نورماخمادوف، ضد مايكل تشاندلر. كلها كانت نزالات نارية، وكلا المقاتلين لهما نفس القوة، نفس التكنيك. داستن بوريير يتفوق من ناحية التقنية، لكن جاستن غاتشي يتوفر دائما على ضربة قاضية ومميتة، كأنها ضربتك شاحنة أو قطار. وهذا ما جعل داستن بوريير ينهزم بالضربة القاضية، مما جعل جاستن غاتشي الآن يهيمن أو يستحوذ على حزام أعنف مقاتل في العالم. والآن سينتقل للنزال على بطل UFC ضد من؟ هل سوف يعاد النزال ضد تشارلز أوليفيرا كما قال دانا وايت، أم سوف يتم يتم تجهيز مقابلة ضد بطل هذا الوزن هو إسلام مخاشف؟ سوف ننظر ما هو مستقبل جاستن غاتشي. المهم أنها كانت معركة دارية بين المقاتلين. كان القتال مثل القتال الأول الذي جمع بين داستن بوريير وجاستن غاتشي، بحيث التفوق كان لصالح داستن بوريير، وكنت أظن أنه سوف ينهي النزال كما أنهاه في المقابلة الأولى، لكن كانت ضربة خطافية يمينية من رجل جاستن غاتشي إلى رأس داستن بوريير جعلته مغمى عليه في الأرض، مما جعله بطل بدون منازع. أفضل وأعنف مقاتل في UFC هو بالنصيب جاستن غاتشي. كان فيديو أو تحليل ما قل وذل، حللنا فيه بعض الأشياء. دائما كما قلت لكم سأقوم بتحليل ووضع العديد من الفيديوهات ومشاركتها معكم، لأنني أعلم أنكم يا أبطال تهتمون بالرياضات القتالية المختلطة والرياضات عامة، سواء كانت كيك بوكسينج أو ملاكمة أو MMA. طبعا شكرا يا إخواني، وأتمنى أن تعجبكم هذه الفيديوهات وتعجبكم هذه الأدلة والبراهين التي أقدمها. شكرا يا إخواني مرة ثانية، وإلى اللقاء.